مؤخرا مواقع التواصل الاجتماعي بحال فيسبوك، تويتر، انستغرام عامرين بالاعلانات والمنشورات اللي تيشجعوا الناس يخدموا فريلانسين. تلقى عبارات بحال خدم على راسك، فلوس والمستقبل مضمون في الانترنت، التجاره الالكترونيه والفريلانس هي الحل. ولكن علاش بالضبط دابا كيدفعوا الناس باش يخدموا في الانترنت؟ شنو هو السبب؟ هاد الناس تيعطيوك عده اسباب، ومن بينها السبب الاول تيقولوا الفريلانس يمكن لك تربح بالدولار، يعني الفلوس اللي تربح تكون عندها قيمه عاليه. السبب الثاني ان الفيدرالي الامريكي اعلن على ان امريكا محتاجه لاكثر من 10 مليون موظف اضافي، وهنا كاينه واحد الفرصه كبيره في العالم الافتراضي حتى للاجانب. ولكن شنو هو الفريلانس؟ ببساطه الفريلانس هو انك تقدم واحد الخدمات بحال البرمجه، تصميم مواقع، التسويق الرقمي للشركات ولا الافراد ولا الاشخاص مقابل واحد الاجر، بلا ما تكون موظف رسمي معاهم. كتخدم معاهم عبر عقود محدوده ولا مشاريع مؤقته. امثله على الخدمات اللي تقدر تقدمها كفريلانس هي تطوير مواقع والبرمجه، تصميم جرافيكي، التسويق الرقمي واداره صفحات السوشيال ميديا، كتابه المحتوى والترجمه، مونتاج وصناعه الفيديوهات، خدمات المساعدات الاداريه. ولكن شنو هي الميزه ديال الفريلانسين؟ علاش غنخدم فريلانسين؟ خدمه فريلانس يمكن لك تخدم من اي بلاصه في العالم، غتحتاج غير بيسي ولا انترنت، تتحكم في الوقت ديالك وتخدم المشاريع اللي تختارها انت، تطور المهارات ديالك وتتلاقى مع ناس من ثقافات مختلفه، تقدر تربح مدخول مزيان خصوصا مع الزبناء اللي تيدفعوا بالدولار ولا بالاورو. كاين مستقبل واعد في الفريلانسين. من هنا ل 2027 غادي يكون اكثر من 86 مليون امريكي خدامين فريلانس، تقريبا نصف القوه العامله ديال الميريكان. ولكن بلاتي واش كلشي زعما زوين، كلشي وردي، كلشي ساهل فريلانسين؟ ما كاين حتى صعوبات من طبيعه الحال، مشاكل الفريلانس بزاف، ومنها البدايه صعيبه، خاصك شي حد يعطيك واحد الفرصه في الاول حتى تكسب الثقه ديال العملاء، وصعيبه في البدايه، الدخل غير مستقر، اليوم عندك خدمه غدا ممكن ما تلقاهاش، عزله اجتماعيه حيت كتخدم بوحدك، خاصك دير واحد المجهود كبير باش تواصل مع الناس، ضغط تنظيم الوقت، انت اللي مسؤول على راسك، خاصك تكون منظم باش تسلم الخدمه في الوقت، المنافسه قويه، بزاف ديال الناس خدامين في نفس المجال. خلاصه ديال الكلام، الفريلانس مجال زوين ومفتوح بزاف، فيه حريه واستقلاليه، لكن فيه تحديات ومشاكل، خاصك تكون واعي بها وتحضر راسك نفسيا وماديا باش تبني واحد المسيره ناجحه. بقى معايا غادي نعطيك خطه عمليه وبسيطه باش تبدا الفريلانسين خطوه بخطوه. اول حاجه خاصك تختار المجال اللي غادي تخدم فيه، خاصك تختار المجال بناء على شنو كتعرف دير، المهارات اللي عندك دابا وشنو اللي عليه الطلب في السوق. نعطيك مثال، كتعرف شويه من ديال الفوتوشوب خدم في التصميم، كتعرف تكتب مزيان خدم في الكتابات المقالات ولا الترجمه، عندك درايه بشبكه التواصل الاجتماعي خدم في السوشيال ميديا. جوج، طور المهارات ديالك شويه قبل ما تبدا تعرض خدمه ديالك، خاصك تكون فاهم شويه في المجال، تقدر دير دورات مجانيه ولا رخيصه في مواقع بحال كورسيرا، يوديمي، يوتيوب، سكيلشير مثلا، تعلم كيفاش دير تصميم سيت، كيفاش تكتب مقال احترافي، ولا كيفاش دير واحد الحمله اشهاريه على الفيسبوك. هنا كاين واحد الملاحظه مهمه بزاف، راه ما تحتاج تكون خبير عالمي، ولكن خاصك تكون قادر تسلم خدمه نقيه نظيفه وتدوز. ثلاثه، وجد بروفايل ديالك، سير الموقع فريلانس بحال ابور، فريلانس، فايفر، مالتا، خمسات، دير بروفايل احترافي، صوره شخصيه مهنيه، وصف قصير على المهارات ديالك، وشحال تقدر تعاون الزبناء، عرض الخدمات ديالك بواحد الطريقه واضحه وجذابه. انا نعطيك مثال، دير واحد الوصف قصير، مثلا انا مصمم جرافيك متمكن اقدم تصميم احترافي للشركات والافراد بواحد الجوده عاليه واسعار مناسبه. 4، وجد نموذج للخدمه ديالك، خاصك تعرض شي امثله من الخدمه اللي تدير، مثلا تقدر دير واحد التصميم وهمي، ولا تكتب مقالات تجريبيه، ولا دير مشاريع خفيفه بوحدك. الهدف تبين للزبناء شنو تقدر دير. خامسا، ابدا بفرص صغيره وباسعار تنافسيه في البدايه، قبل بالخدمات صغيره ورخيصه غير باش تبني واحد الريفيوز وتجمع تجربه، مثلا دير اول 5 ديال الخدمات بثمن منخفض، ومن بعد تبدا تزيد في السير تدريجيا مع الوقت. 6، طور الاسلوب ديالك في التواصل مع الزبناء، كون محترم وواضح، جاوب بسرعه، صيفط رسائل مهنيه ملي تقدم لشي خدمه. نعطيك مثال، مثلا غتكتب السلام عليكم، انا مهتم بالمشروع ديالك، عندي خبره في هذا المجال، مستعد نخدم بجوده عاليه وتسليم في الوقت. 7، نظم وقتك وخدم بجوده عاليه، حط جدول زمني للخدمه ديالك، سلم مشاريع في الوقت ولا قبل الوقت لا قدرتي. الجوده العاليه هي اللي غادي تجيب لك عملاء وزبناء جداد بلا ما انت تبقى تقلب عليهم. 8، ديما طور من راسك، تعلم مهارات جداد، جرب مجالات قريبه من التخصص ديالك، حسن الاسعار والخدمات مع الوقت، ما تفشلش الا الخدمه الاولى ما صدقاتش. راه الفريلانس بحال الرياضه، خاصك ديما تحاول وتحسن وتبني السمعه ديالك شويه بشويه. دابا غنهضروا على واحد جوج حوايج مهمين بزاف ومفيدين ليك باش تبدا فريلانس. اول حاجه هي احسن المواقع باش تبدا الفريلانس، مثلا كاين فايفر سهل بزاف في الاستخدام، تقدر تقدم على خدمه صغيره، مثلا تصميم شعار ب $5. جوج، ابورك واحد من اكبر المشاريع، كتشوف مشاريع وتقدم عروض. 3، فريلانسين بحال ابورك، كاين بزاف المشاريع اللي صغيره ومتوسطه،
4 مالطا خاص باوروبا ولكن منفتح على العرب اللي تيهضروا بالانجليزيه والفرنسيه. 5 خمسات زوين بزاف خصوصا الا كنتي تبغي تخدم مع زبناء من العرب. 6 بيبل فور اورز كتلقى فيه فرص كثيره خصوصا في التصميم والكتابه. 7 توب متقدم شويه خاص بالمحترفين ولكن في المستقبل تقدر تطمح ليه، علاش لا. ثاني حاجه هي الافكار ولا المشاريع للفريلانسين للمبتدئين بناء على المهارات الخفيفه والمتوسطه اللي عندك. كتابه مقالات للمواقع الالكترونيه، تصميم شعارات او صور، يمكن لك تستخدم كانفا في البدايه، ترجمه النصوص العربيه للانجليزيه ولا الفرنسيه ولا العكس، ادخال البيانات في جدول اكسل، اداره حسابات انستغرام ولا الفيسبوك للشركات الصغيره ولا الافراد، خدمه كتابه السيره الذاتيه احترافيه سي في ريزومي، تحرير النصوص ومعالجتها لغويا، تفريغ صوتي، تحويل ملفات صوتيه الى نصوص مكتوبه، خدمات الرد على الايميلات واداره رسائل العملاء. بدا بابسط خدمه تتناسبك دابا ومع الوقت كتحصل المهارات ديالك وتتوسع خدمتك وتتولي تعرض خدمات اغلى ومشاريع اكبر. دابا غنعطيك واحد الخطه التحدي ديال 7 ايام باش تبدا اول خدمه فريلانسين. النهار الاول اختار مجال واحد تبغي تبدا فيه، مثلا الكتابه، التصميم، الترجمه، ما تشتتش راسك، سير مجال واحد فقط. النهار الثاني تعلم شويه عليه، سير اليوتيوب شوف فيديوهات على المجال اللي اختاريتي، تعلم طريقه العمل وابسط الحوايج اللي خاصك تعرفها. يوم الثالث وجد واحد بروفيل احترافي في موقع واحد، مثلا تسجل اما في فايفر ولا خمسات ولا ابور، دير صوره زوينه ووصف صغير على المهارات وشنو تعرف دير. مثلا غدير واحد الوصف صغير، انا كاتب محتوى محترف، قدم مقالات حصريه ومصاغه بعنايه لتحسين ظهور مواقع في محركات البحث. يوم 4 وجد خدمه وحده فقط، مثلا كتابه مقالات عربيه حصريه 500 كلمه ب $5، تصميم غلاف بسيط لكتاب الكتروني، خدمه بسيطه وواضحه باش تجذب العملاء لاول مره. نهار 5 وجد شي مثال على الخدمه اللي تدير واخا تكون صغيره، مثلا تصميم ولا كتاب صغير ولا ترجمه نصين قصيرين، المهم يكون عندك شي عمل ولا شي مثال اللي تفرج فيه الذوبان. يوم 6 صيفط عروض للعملاء ابور ولا فريلانسين، قدم على 3 الفرص ولا بدا تروج الخدمه ديالك في مجموعه ديال الفيسبوك ديال الفريلانسين ولا الانستغرام ديالك. اليوم 7 تواصل مع العملاء بواحد الطريقه وديه ومهنيه، جاوب على اي رساله توصلتي بها ولا بحث على فرص جديده وخليك صبور. الصبر راه مهم في هذا المجال. باش ينجح التحدي خاصك ديما تركز على الجوده ديال خدمتك ماشي غير على الربح السريع. صبر، اول خدمه راه ممكن تجي في اسبوع ولا شهر ولا اكثر، طور راسك شويه بشويه، مثلا كل شهر تعلم مهاره جديده. والاهم هو انك تختار مشروع مناسب للمستوى ديالك، خليك مع مشاريع صغيره وسهله، مثلا خدم على مشاريع كتبغيها، مثلا مقال صغير، تصميم بسيط ولا ادخال البيانات. كون سريع في الرد، ملي تشوف واحد المشروع مناسب ليك حاول تجاوب عليه بواحد السرعه، راه الزبناء كيعجبهم الناس اللي كيكونوا متاحين ومهتمين. ركز على تقديم قيمه للزبون، ما تبقاش غير تقول انا باغي نخدم، حاول توضح كيفاش الخدمه ديالك غادي تعاون هذا الزبون في المشروع ديالو. مثال صغير، انا قادر نوفر لك مقال بجوده عاليه تساعدك تجيب زبناء جداد للموقع ديالك. 4 كر واحد النقطه وحده تتميزك بين الزبون علاش انت مميز عن باقي الفريلانس، مثلا سرعه التسليم، فهم جيد للموضوع، تجربه سابقه في نفس المجال. كون مرن وخليك محترم في العرض ديالك، بين انك مرن ومستعد تناقش التفاصيل ديال الخدمه. حتى ملي يجاوبك الزبون خلي الاسلوب ديالك محترم ومهني، سير على واحد المبدا الجوده تتفاوت الثمن، خليك مركز على انك دير خدمتك مزيانه ماشي غير تخلص وصافي. العامل اللي مقتنع بالخدمه ديالك غادي يرجع عندك وغيجيب لك عملاء جداد. بدا بواحد الثمن تنافسي ولكن معقول، ما تحطمش راسك بثمن تحت السوق بزاف، ولكن في البدايه خليك معقول شويه في السعر. دير واحد الاستراتيجيه تجمع بها التقييمات، يعني ريفيوز مزيانين، ومن بعد تبدا تزيد في الثمن. كتب واحد العنوان جذاب، العنوان ديال العرض ولا الخدمه خصو يكون واضح وجذاب، مثلا كتابه مقالات حصريه متوافقه مع سيو بسرعه وبجوده عاليه، تصميم شعارات عصريه ومميزه للشركات الناشئه. طلب الراي ديال العملاء بعد الخدمه، ملي تكمل الخدمه بنجاح طلب بلطف من العملاء ريفيوز، يخلي لك واحد ريفيوز مزيان، راه مهم بزاف في الفريلانس. انا نعطيك واحد الخلاصه صغيره باش تنجح في الفريلانسين. خاصك تركز على المشاريع المناسبه، تجاوب بسرعه، تكتب عرض مميز، تخدم بجوده عاليه، تبني سمعه مزيانه، تقييمات قويه، الريفيوز يكونوا عندك مزيانين. نتمنى لك النجاح في الريفيوز، ما تنساش دير لايك، سبسكرايب وشارك الفيديو مع صحابك. سلامه.